انا كنت قلتها لك قبل كده بس انت تقريبا نسيت. انا بقى النهارده هاكد لك المعلومه دي. طول ما درجه حراره الجو الخارجي قدام حضرتك هنا على الداشبورد في العربيه بالماينس او بالسالب، يعني هي في العربيه دي مثلا سالب 40، لو هي عندك سالب 30 سالب 20 سالب 10 ايا كان، انسى ان التكييف بتاع العربيه يشتغل. انسى. ليه بقى؟ لانه كده الكمبريسور بتاع العربيه دخل في السيف مود. يعني بمعنى انت دلوقتي مشغل الاي سي والكمبريسور بره هنا في المحرك شغال قدام عينيك شغال، ولكن هو ما بيضغطش فريون. وبدليل ان الترمومتر هنا لما احنا بنقيس درجه حراره الجو اللي خارجه او درجه حراره المفروض الهواء البارد اللي بيخرج من الشبابيك من هنا، بص كام؟ 45 درجه. عارف معنى الكلام ده ايه؟ انه مش بس التبريد اصلا ضعيف، ده ما فيش تبريد اصلا. يعني انا هنا بكلمك انه ما فيش تبريد اصلا بيحصل، مش انه حتى التبريد موجود بس ضعيف، لا ده ما فيش تبريد اصلا. فهنا الكمبريسور نتيجه انه الامبيانت تمبريتشر سنسور او حساس درجه حراره الجو الخارجي فيه مشكله، وقاري ان درجه حراره الجو بره بالماينس او بالسالب، فالكمبريسور بيدخل سيف مود وما بيضغطش فريون والتبريد بيقف. فما تجيش بقى في الحاله دي تراجع بقى على كمبريسور ولا تراجع على فريون ولا مش عارف تغير ايه ولا تنظف ايه. انسى. طول ما درجه حراره الجو بالسالب انسى ان التكييف بتاع عربيتك يشتغل.